تخيل معايا، تهرب من بيتك عشان إعصار كاتيجوري 5 هيبلع مدينتك. تلاقي نفسك واقف على سطح بيتك والمية سودة تحتك، وفجأة تشوف زعنفة، مش واحدة، 10 20، والمدينة كلها بقت بوفيه مفتوح. ده مش كابوس، ده فيلم ثراش 2026، والنهاردة هفصص لك الفيلم ده مشهد مشهد. ولو قلبك ضعيف اقفل الفيديو دلوقتي عشان اللي جاي تقيل. الأخبار كلها مقلوبة. إعصار اسمه هنري بدأ كاتيجوري 2، بس الأقمار الصناعية بتقول إنه بيتوحش بسرعة. وجهته مدينة ساحلية اسمها أنافيل. الحكومة قالت كلمة واحدة: إخلاء فوري. بس أنافيل مدينة عنيدة وفيها ناس عندها أسباب تخليها ما تتحركش. نبدأ بداكوتا، بنت في العشرينات عندها أجروفوبيا، يعني رعب مرضي من الأماكن المفتوحة. أمها لسه ميتة من كم يوم، وهي قاعدة لوحدها في البيت جعانة. تطلب أوردر من مطعم، بس المطعم يرد: قافلين عشان الطقس الوحش. فاضطرت تعمل المستحيل، تخرج. صوت سيرين البوليس كانت بتهز قلبها وهي ماشية. وهي بتحاول ترجع خبطت في جارتها. الجارة شافتها وحست إن فيها حاجة، خصوصاً إنها ما شافتهاش من ساعة ما أمها ماتت. عرضت عليها تيجي معاها، بس داكوتا رفضت. الكبرياء أحياناً بيقتل. في الناحية التانية من المدينة عندك عائلة غريبة، 3 أطفال متبنيين، دي، رون وويل، بيلعبوا في المية اللي بدأت تعلى في الشارع، لحد ما أبوهم اللي متبنيهم اسمه بيل وصل وزعق فيهم، قالهم: بتلعبوا في المية؟ أنا اللي هصرف على علاقكم. مش بعيد عنهم ليزا، حامل في ال9، 9 شهور يا جماعة، ركبت العربية وصديقها بوب بيكلمها، بيقول لها: سوقي على مهلك. ليزا بتكلم أمها في نفس الوقت. أمها بتقول لها: أنت سبتي نيويورك عشان تعيشي مع خطيبها اللي سابها بعد ما حملت. ليزا بتسأل أمها: أنت ليه ما سبتيش المدينة؟ أمها ترد: مديري هالشغل قال لي آجي، بس خلاص أنا ماشي أهو. بتطمنها. وفي مكان تاني خالص، منشأة عسكرية، دكتور ديل قاعد بيسمع الأخبار عن العاصفة القادمة. زميله براين بيسأله: ما مدى سوء العاصفة؟ ديل يرد عليه: حتكون صعبة جدا. براين يسأله عن سمك القرش. ديل يرد ويقول له: إنها رايحة مع اتجاه العاصفة. يدخل عليهم جريج بخبر: العاصفة ممكن توصل كاتيجوري 6. ديل فوراً يمسك تليفونه ويكلم بنت أخته، ونلاقي داكوتا بترد عليه. ديل بيسألها: هتعرفي تمشي ولا آجي أجيبك؟ وطبعاً كلنا عارفين إنه هيروح يجيبها. بس داكوتا ترد تقول له: أنا مش همشي، عبيطة دي ولا إيه؟ ديل يقول لها: العاصفة هتخبط أنافيل وتبقى المدينة غرقانة، ويمكن تعومي في غرفتك. داكوتا بتهرج معاه وتقول له: ده ممكن يكون ممتع، هي طلعت عبيطة فعلا. وتقول له: دايما الأخبار بتصعد المواضيع. يرد عليها ديل ويقول لها: أنا عارف أنت بتمر بإيه، أنا كمان أمك وحشتني، أخته يا جدعان، عشان عارف الدماغ. ضحكوا شوية وبعدين قال لها: أنا هاجي أجيبك في أسرع وقت. نرجع للعيلة المتبنية. بيل عمال يزعق للعيال إنهم سابوا البيت من غير ما يقولوا، وبيهددهم يرجعهم دار الأيتام لو ما سمعوش الكلام. يا عم ده يبقى ريح لهم والله. رون بتبص من الشباك وتلاقي الناس بتسيب بيوتهم، فبتقول له: إحنا المفروض نمشي إحنا كمان. بس طبعا عشان هو جامد بيقول لها: لا عادي، إحنا جامدين. على الأخبار زعوا إن الإعصار وصل كاتيجوري 5. داكوتا بتوصل تليفونها بالتلفزيون وتتفرج على فيديوهات ليها هي وأمها. في نفس الوقت بيل رجع بالأطفال للبيت، ففند بتسأله: إيه اللي هيحصل لو المية كسرت الشبابيك؟ بعدين نزل القبو سلم على مراته رايتشل وبيشتكي لها من العيال، ففكرته إنهم بياخدوا فلوس كتيرة عشان يرعوا الولاد دول. فجأة لقوا البنت واقفة بتقول لهم إنهم جعانين، وبتقول لها: هي دي لحمة؟ بيل زعق فيها: وانتي مالك؟ ورايتشل رمت لها كيس عيش، وبيل قالها: اوعي تنزلي هنا تاني. واو على الأهالي يا جدعان. ديل وهو رايح يركب المركب يقابل واحد اسمه جو، صحفي بيسأله عن العاصفة. ديل يرد يقول له: انت قصدك انه عاصفة؟ قال له: في هجمات من أسماك قرش في المنطقة، على أساس هي ناقصة أصلا. في مكان تاني ليزا بتدور على حد يساعدها، بس كل ما تروح في حتة تلاقي الدنيا هوا. تخش العربية وتكلم مامتها، بس الشبكة تقطع.
فتشغل أغاني عشان تهدي نفسها شوية. في الإخبار بيقولوا للناس تكتب على دراعاتها أساميهم عشان يتعرفوا على الجثث بعد العاصفة ما تخلص. بعد شوية الطاقة قطعت والمية بدأت تخش على المدينة. ليزا ماشية في الطريق اللي مليان مطر وتقابل باب بيقولها تروح من طريق تاني عشان الشجر بدأ يتكسر ويقع. في نفس الوقت يسمعوا صوت المية وهي جاية عليهم، فيقولها اجري شوفي مكان عالي، بس تتخبط في جذوع الشجر وما تعرفش تمشي. باب ياخد الطريق طوالي بس يلاقي المية في وشه تاخده، وداكوتا تبص من الشباك تشوف المنظر ده وهي مسبهلة. في بيت الأهل المتبنين المية تغرق البيت. بيل يقول لريتشل نحاول ناخد العربية ونمشي، تقول له بس دي فكرة عبيطة. ليزا المية تاخدها وترميها على غصن كبير يخرق العربية. المقطورة بتاعت باب المية تاخدها وتخبطها في تمثال تقطعها نصين حرفيا. كان في 2 رجالة كانوا في مركبة هوا، لاقوا ليزا بتصرخ للمساعدة، فواحد منهم نط على طول في المية يجيبها. شوف شهامة الرجالة، راح يطمنها وطلب من صاحبه يجيب المقص بتاع الشجر من الشاحنة. فجأة نلاقي الراجل اتشد جوه المية. يا رب ما يكونش اللي في بالي. الراجل علها استنى هروح أشوف صاحبي ده، ونلاقي داكوتا تصرخ من الشباك قرش قرش. طلع اللي في بالي صح، وللأسف طبعا القرش كل الراجل. وبسبب دوشة داكوتا باب يصحى ويحاول يطلع من القاطرة، بس هوب دبل كيك أول لما يفتح الباب القرش يهجم عليه. ليزا تتفرج ومش قادرة تساعد الراجل قدامها وهو بيموت. ديل يشوف اللابتوب ويلاقي إن المية المفروض ما توصلش للطول ده إلا لو كان السد انهدم. ديل يقرر يسأل جو المساعدة قصاد إنه يقدر يصور اللي نفسه فيه. نرجع بقى لبيت المتبنين، نلاقي بيل وريتشل رايحين ياخدوا العربية بتاعتهم. ونعمة الأهل يا جدعان. الأولاد يشوفوا سمكة قرش في المنطقة وتهجم عليهم، وريتشل تصرخ. ريتشل تتشد تحت المية. الأولاد بيترجوا بيل إنه ينقذهم، بس هو بيطنشهم ويروح على الجراج عشان يركب العربية، بس القرش يهجم عليه قبل ما يعمل كده. والأولاد يهزروا كده إحنا هنحتاج أب وأم جداد. ريتشل لسه عايشة بالعافية بتترجاهم ينقذوها، بس القرش يشدها تاني لتحت المية. داكوتا بتحاول تشوف حد يساعدها، وليزا في العربية عمالة تصرخ بتقولها عايزة مساعدة عشان المية بدأت تغرق العربية. داكوتا بتقولها مستحيل أجيلك، في أسماك قرش وحرفيا لسه قاتل 2. بس ليزا تقولها أنا حامل، وبتقولها مش عايزة طفلي يموت. في البداية داكوتا كانت مش عارفة تعمل إيه، بس قامت وقالت لها أنا جاية عشان أنقذك. راحت المطبخ عشان تاخد سكينة وراحت بقى عشان تنقذ ليزا. أول لما داكوتا حاولت تطلع برا وقعت في المية، بس طلعت بسرعة تاني، وبعدين نطت على سقف بيت موجود ونزلت المية وطلعت فوق الغصن اللي على العربية، وبعدين بدأت تقطع الغصن بتاع الشجرة. أخيراً ليزا حرة والاتنين دخلوا البيت تاني. ليزا تشكرها. في نفس الوقت برايان بيقول إن نالي قريب من بيت داكوتا. جو بيسأل إيه نالي ده؟ ديل بيشرح ويقول إن نالي دي سمكة قرش حامل كانوا بيبحثوا عنها بقالهم 3 سنين. جو بص للكاميرامان بتاعته وقال له إحنا شكلنا هناخد صور جامدة. وهم ماشيين في الطريق لاقوا إن الطريق كله مية. في بيت بيل العيال فكروا أنهم يقفلوا الأبواب عشان القرش ما يخشش، وخلاص هي كانت هتقفل الباب القرش يدخل، فتفقد توازنها. روني يلحقها. نرجع لبيت داكوتا. ليزا بتسألها أنت عايشة لوحدك؟ ترد تقولها طيب فين أهلك؟ داكوتا تقولها أبويا مات وأنا صغيرة، وأمي ماتت من كام يوم. بتسألها عن السطح، ينفع نوصله؟ تقولها طيب إحنا عايزين نعمل رسالة استغاثة. فجأة ليزا بدأت تحس بوجع. داكوتا خذت كل الستائر عملت بها علامة استغاثة. ليزا طلبت من داكوتا تساعدها في موضوع الولادة. ليزا بتقول إن الطفل جاي بدري عن المتوقع، وده مش وقته خالص عشان البيت هيقع. براين يقول لدال إن الشبكة وقعت، فبيقولهم نكمل بالمركبة بقى. جو يقولهم طيب وده آمن؟ طيب هنروح إزاي وإحنا مش عارفين الطريق؟ فيشاور على اليافطة. في بيت بيل العيال عايزين يروحوا السطح، ففكروا إنهم عايزين يشتتوا انتباه القرش، بس إزاي؟
باللحمة اللي شافته قبل كده. ولسه بيكملوا كلام، بيل يطلع من المايه من غير دراع. داكوتا بتقولها شافت المركب اللي كان معاها الاتنين من بدري بس بعيد عن البيت. ليزا تصوت من الوجع، تحاول تهدي نفسها وتكلم الطفل. داكوتا تبص برا شوية وبعدين تقولها أنا هروح أجيب المركب. ليزا تقولها خلي بالك من سمك القرش. داكوتا تفتكر حاجة خالها قال عليها، إن الذبذبات بتجذب القروش. ليزا بتسألها في مسكنات؟ وداكوتا تجيب لها إزازة. ليزا تشكرها قبل ما داكوتا تنط في المية. في بيت بيل بيسألهم رايتشل عايشة؟ قالوا له لأ. قالوا له أنت كنت هتمشي من غيرنا صح؟ قال لهم إنهم كانوا هيجيبوا مساعدة. رون بصله قال له طبعا، أمال؟ بيل بيقول له روح هات مساعدة، ورون قال له لأ، في أسماك قرش في كل حتة. بيل قال له القروش مش بتحب الأطفال، ده أنت خنزير خنزير. ويل شاف الورق بتاع الفلوس وإنهم بياخدوا فلوس كتيرة عشان يرعوهم. بيل حاول يجر ناعم معاهم، بس بعدين يظهر على حقيقته ويهددهم إنه لو ما جابش مساعدة هيضربه. دي تزقه في المية، القرش ما يفوتش الفرصة ويهجم عليه. دي بتقول لرون اجري على القبو بسرعة، وهم متشتتين جاب الستيك بس التيشيرت اتعلق في مسمار. حرر نفسه ووصلهم تاني. في بيت داكوتا البيت بدأ يقع ويغرق. داكوتا بتعوم بأقوى ما عندها عشان توصل للمركب. القروش عامت جنبها كأنها مش موجودة. بصت تحتها، عرفت ليه. سمكة قرش كبيرة بتعوم تحتها. من الخوف نطت على المركب وقفلت عينها مبسوطة إنها أخيراً وصلت. نرجع لديل. وصلوا أخيراً لأنافيل. جو بيسأله أنت ليه بتحب القروش كده؟ قال له إنه عاش قريب من نهر الزنبيزي، فيها أكتر مخلوق مرعب، الفقمة. في مرة كان بيشوف فقمة وهاجم عليها 2 من القروش، والأول مرة شاف الرعب في عيون الفقمة، وبكده بدأ يعجب بالقروش. سأله طيب القروش بتخاف من إيه؟ قال له من القروش الأكبر منهم. براين قال لهم الشبكة رجعت، تأكدوا أن المية حوالين المدينة فيها قروش كتيرة قوي. داكوتا تصحى أخيراً على المركب وتشوف إن بيتها خلاص قرب يغرق. بدأت تتحرك بسرعة عشان ترجع لليزا. في البيت بقى ليزا بدأت تخاف فبتهدي نفسها بالأغاني. في بيت بيل رون يفتح الستيك وخد شوية قنابل. لزقوا الستيك في القنابل واستنوا عشان القرش ياكلها، بس ما حصلش حاجة. فرون افتكر حاجة شافها في التلفزيون، إن الذبذبات بتجذب القرش، فحاولوا فعلا يعملوا كده، وبقية الأطفال تبعد بسرعة. بس رون تاني التيشيرت بتاعه يتعلق، بس الحمد لله عارف يحرر نفسه تاني. بعد ثواني القنابل انفجرت قتلت القروش. بيت داكوتا غرق، بس ليزا بتعوم للسطح، ومش عارف مين جاله الفكرة إنها تولد في المية، بس المهم مسكت ابنها بين دراعها. القروش بدأت تحوم حواليها طبعا من كل الدم. فكرت بسرعة، سابت ابنها في علبة وجابت خشبة واستخدمتها عشان تنقذ نفسها. لازم طبعا الأم تكون قوية وتاع. داكوتا بتقولها أنا خلاص جاية أهو، وهي بتقرب شافت قرش بيقرب من ليزا، فخدت السلاح اللي معاها وضربت عليه. توصل أخيراً لليزا وتأخذ الطفل منها، بس قرش يهجم على المركبة ويقلبها. في نفس الوقت ديل يوصل ويرمي جهاز يكهرب السمكة يبعدها عنهم، بس لسه في قرش رايح يهجم عليهم، بس القرش الضخم نالي يهجم عليه ويخلص عليها في ثانية. ديل بسرعة يشد البنات للقارب بتاعه. داكوتا تحضن عمها جامد. ليزا تسأل على التليفون وتتصل بأمها وتوريها الطفل المولود، وتبص لداكوتا وتقولها أمك كانت حتبقى فخورة بيكي. الأطفال المتبنين قالوا أنهم حيروحوا لفلوريدا بعد كم يوم. جريج يلاحظ إعصار تاني كاتيجوري 5 متجه ناحية المحيط الأطلنطي. أنافيل غرقت، نالي اختفت، بس المحيط لسه جعان. دلوقتي دورك، جاوبني بصراحة في الكومنتات. لو انت مكان داكوتا وعندك فوبيا من الشارع، تنط في مية فيها قروش عشان تنقذ واحدة ما تعرفهاش؟ ولا لأ، وليه؟ مين أوسخ شخصية في الفيلم كله؟ بيل الأب المتبني اللي 7 عياله، ولا داكوتا اللي ترددت في الأول؟ أكتر كومنت يجيب لايكات حسبته، وأكتر كومنت يضحكني هرد عليه في الفيديو الجاي. ما تنساش اللايك لو عجبك التلخيص ده عشان تعبت فيه 3 أيام مونتاج، والاشتراك بلس الجرس لو عايز الجزء التاني أول ما ينزل، عشان بجهز لك ملخص فيلم يخليك تبطل تستحمى أصلا. وبقول لك خليك قريب من السطح وقريب من القناة. تحدي سريع، ابعت الفيديو ده لصاحبك الجبان وقول له لو ما اتفرجش عليه للآخر هتسيبه للقروش. ولو انت الجبان ده واتفرجت للآخر اكتب في الكومنتات أنا عديت الاختبار. اشترك دلوقتي عشان الفيديو الجاي عن فيلم القرش اللي بيطلع من الحنفية. والله
أنا بعد ما خلصت الفيلم ده بقيت ببص على البانيو قبل ما أدخله. قول لي أنت بقى، إيه أكتر مشهد رعب في المية عقدك في حياتك؟ فيلم جوز ولا مشهد في ثراش ده؟ كومنتك بيفرق معايا، واللايك بيخليني أكمل. دوس سبسكرايب لو عايزني أحرق لك أفلام قبل ما تنزل مصر أصلا. يلا يا وحش، مستنيك الفيديو الجاي.